وصفة هالهريسة ضمية لوصفات رمضان ناجحة 1,000,000% وسهلة التحضير. على طلب الصبايا رح أعطي مقادير حجم صينية وسط. إذا بدك صينية كبيرة ممكن تضاعفي المقادير. رح نسميها هريسة 2024 دلال حناوي. أي شيرة متوفرة عندك قديمة بنستعملها، وإذا ما لا متوفرة عندك بتعملي مثلي. حطيت 2.25 كوب سكر مع 1.25 كوب مي. لداب السكر وغلى حطيت معلقة صغيرة عصير ليمون أو رشة ملح الليمون. بعد غليانه 3 دقايق رح أطفي عنه ورح أتركه على جنب يبرد. اعملي مقدار القطر مثلي، واللي بيزيد عبيه بقنينة واتركيه على جنب. وقت بتحضري مرة تانية هريسة بيكون عندك القطر بارد جاهز لتستعمليه بعجينة الهريسة. رح أدهن الصينية معلقة صغيرة طحينة ومعلقة صغيرة سمنة، وممكن تكتفي بمعلقة صغيرة طحينة بدون سمنة. رح أحطها بالثلاجة لتبرد. هذا هو سميد خشن هيك شكله، سميد المامونية. أي كوب متوفر عندك منقيس جميع المكونات بنفس الكوب. رح أحط 2.5 كوب. بودرة حليب معلقتين كبار. كوب سكر. كربونات الصوديوم نص معلقة، لا تكتري بيطلع الطعم لاذع. البديل بيكنج باودر، بس بترفعي المقدار بتحوليه لمعلقة. هي نص معلقة كربونات الصوديوم بتهري السميدة وبتسرع من التخمير. خلطت النواشف. أي شيرة قديمة متوفرة عندك، ما عندك اعملي شيرة. بدي نصف كوب مي سخنة، كوب معلقة سمنة طيبة تقلب موازين الطعم حطيتها مع المي السخنة. وهلأ رح أضيف السوائل، نصف كوب قطر ونصف كوب مي سخنة، ومنحرك بهدوء بالمعلقة بهالشكل. خلصت الهريسة، ما بدها عجن، تحريك مشان ما تطلع مصمطة معك كتيمة بهالشكل. قناتنا قناة تعليمية ومن واجبنا التعليم بضمير وإعطاء البدائل. البعض رح يقول لي خالة دلال أنا ما عندي بودرة حليب وما عندي لبن أحط، بإيش بتنصحين؟ بديل كوب الماء الساخن يكون كوب حليب ساخن فقط لا غير. المقادير سهلة وبالكوب، وأي كوب متوفر عندك جود بالموجود. كبرتي الكوب كبر المقدار، صغرتي الكوب صغر المقدار. رح أتركه بس لهالسميد يمتص هالسوائل. بعد مرور نص ساعة رح نشوف خليط الهريسة سمك. طالعت الصينية من الفريزر وصبيت الخليط وضربتها ضربتين لأسوي السطح. بعد صبة منتركها أقل شي 6 ساعات. أنا حضرتها قبل ما أنام. هلأ بغطيها بكيس وبقلكن تصبحوا على خير. بكرة بشوفكن. الجو بارد، ما في داعي أحطها بالبراد، وما فيها لبن ولا فيها قشطة، مجرد بودرة حليب. صباح الخير. من خلال كيس النايلون ممكن أمثلها بهالشكل، بس قطر بيعطي لون حلو. ودهنت ايدي سمنة، بعمل هيك ما تكتروا مشان ما تقسوا وش الهريسة، وبمسد. نصيحة بعد تمسيدها حطوها بالفريزر 10 دقايق بطلع التقطيع مثل حد السكين. رح نقطع الهريسة. كاسة مي وسكينة، ببل السكينة مي وبقطع حسب الشكل اللي بدي اياه. لاحظي وقت عم بقطع هون ما حطيتها بالفريزر، بنطر معك شوي. أنا كل مرة بحطها بالفريزر بعدين بقطعها، بس مستعجلة. بللت منشفة وعصرتها وحطيت الفستق بقلبها مشان ياخد رطوبة وما يحترق الفستق أثناء خبز الهريسة. ما بدك فستق استثني نهائي، حطي بكل مربع لوزة. ممكن من خلال كيس النايلون نضغط ضغطة خفيفة على المكسرات
لحتى ما تفك بعد الخبز. عملتها شكل السمبلة. 2024 دلال حناوي. صارت جاهزة للخبز. الحرارة 180 الرف الوسط، النار من تحت. الهريسة بالفرن، ورح نبدأ بتحضير القطر. بنفس الكوب على اليد كوب ونص مي وكوبين ونص سكر، ورح نحطه على النار. بعد ما داب السكر وغلى بحط عود قرفة. غلى القطر، بدنا نحط رشة ملح الليمون. شايفين؟ مشان ما يحمض معكم، في كتير صبايع بيحمض القطر معهم، رشة بس. بعد الغليان منخفف النار أقل من الوسط بشوي، ومنتابع الغليان 3 دقايق. اشقرت الحواف، هلا بحزها بالسكين محل ما قطعت وبرجعها على الفرن. برجعها على الفرن فورا، بطفي النار من تحت وبشعل النار من فوق لتاخد لون ذهبي. بتفقدها، أخذت اللون المطلوب. القطر على النار، انتبهي صبية. طالعت الهريسة، القطر جاهز. رح أرفعه عن النار. بنحط سمن عربي أو سمن حيواني. ما تبخلوا عليها بالقطر، بتطلع ناشفة للأسف. رفعت عود القرفة، ممكن ترشوا قرفة وممكن ترشوا جوز الهند. حررتها من الحواف، بدي أقلبها وأقدمها بصينية تليق بمقام ضيوفي كشكل وتقديم. نجيب ورق قصدير وصينية ومنقلبها بخفة. رح أجاوبك على بعض الأسئلة. البعض رح يقول لي خالي ممكن نحط بخليط الهريسة جوز الهند؟ نعم ممكن. ترفعي من مقدار السميد ربع كوب، بتحطي بداله ربع كوب جوز الهند. البعض بده يسأل يقول لي يا خالي ممكن أقلل مقدار الشيرة وقت سقي الهريسة؟ لا يا عمري، ما تغامري أبدا، بتطلع ناشفة وما لا طيبة أبدا. اتأيدي بالمقادير وخدي هريسة رطبة السميد مفتحة وبتدوب بتتم ذوبان، والله بتفضل عندك أسبوعين وما بيصير لها شي. لا تلعبي بمقدار السكر أبدا، لا بالبداية ولا بالنهاية. رح أقطع لك قطعة وتشوفي رطوبتها من الداخل. التزموا بالنصايح، وإذا ضاعت منك الوصفة اكتبي على محرك البحث جوجل الهريسة السهلة 2024 بمقادير الكوب دلال حناوي. شباك لباك.